اهلا بيكم. النهارده اقدم لكم كنافه بالمانجا سهله وسريعه. عندي نص كيلو من الكنافه، حمرتها في نص كوبايه من السمنه، اخدت اللون الذهبي. بعد ما بردت وزعتها في الطاجن اللي انا هقدم فيه. محضره عندي كريم شانتيه، انا جبت كيسين كريم شانتيه دريم على نص كوبايه من اللبن، وخلطتهم بالمضرب الكهرباء. وبعد كده حطيتهم في كيس الحلواني وابتديت اوزع على الكنافه بالشكل ده. اجيب عندي بقى الاسباتيولا وابتدي افردها بشكل عشوائي زي ما انت شايفه بالشكل ده. اكون محضره عندي بقى مكعبات من المانجا وهبتدي اوزعها على الكريمه. هغطي كل الكريمه عندي بمكعبات المانجا، تبقى شكلها حلو قوي وشيك جدا في التقديم. طعمها بجد تحفه وطريقتها سهله جدا وبسيطه زي ما انت شايفه بالشكل ده. محضره عندي بقى معلقتين من العسل ومعلقتين من الميه. هبتدي المع المانجا بالشكل ده عشان ما تتبلش معايا وتديني اللون اللي بيلمع. جبت بقى عندي كريم شانتيه بالقمع، عملت روزيتات صغيره كده عشان يبقى شكلها حلو في التقديم. وده كان شكل كنافه بالمانجا سهله وسريعه من قناه مطبخ فوفا. ما تنسيش اللايك والشير عشان كل جديد يوصلك باذن الله من وصفاتي، واستنيني في وصفات تانية كتير باذن الله تعجبك. والف هنا وشفا. سلام عليكم.